والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم انا عمر امين. اول فيديو لينا على القناه مع بعضنا. احنا جايين مع بعضنا في القناه هنا ندشمل الدنيا، نفجر بالبلدي بتاعنا كده. جايين نحقق احلامنا. عارفين اليوتيوبر في اف سي الكونسل بلاي ستيشن وكمبيوتر وكده؟ تعرفوا التحديات اللي بيعملوها ويقعدوا يشتروا لعيبه، تحديات باكجات. جايين نحقق احلامكم. الناس اللي بتشوفوها عندهم هتشوفوها عندنا، مع طبعا اف سي موبايل اللي بتشوفوه هنا برضه هتشوفوه عادي. ومعانا تحديات ومسابقات ليكوا بمكاسب شحن ليكوا بقى وكده. طبعا ده كله بالتعاون مع قناه عادل. اسم قناته مستر ستار، هتلاقوه في وصف في اول كومنت مثبت. روحوا اشتركوا عنده كده، او تعالوا لنا برضه اشتركوا من عندنا برضه، احنا لسه بالبدايه. طبعا المسابقات دي بالتعاون بينا. فبعون الله ناويين نبدا النهارده بدايه بسيطه. ناويين نبدا نشرح بس نظام المسابقات والحاجات اللي احنا ناويين نعملها على القناه النهارده. هنا معانا طبعا، هنا ما ننساش 5 مليار 730. هو في كام لاعب كده كان قلنا 5 مليار و800 مليون؟ معانا 5 مليار و800 مليون. هنظبطكم. تحديات اوفر 111. تشكيلتي اللي ما يعرفهاش اكيد اغلبكم ما تعرفوها. اغلبكم معانا يا توريه، ستونز، ماتيوس، ستام، زانيتي، جريمالدو، اوليسي، ريبيري، بوتراجوينو، يوهان كرويف، فان بيرسي. ما حدش يسألني ما بلعبش فان بيرسي ليه. انا ما بحبش العب المهاجمين رجلهم 5، مش 5 يعني لو 5-4 ممكن ساعات بمشيها، بس 5-3 لا، وبالذات لو في الاسترايكر. طبعا دي ولا ليها اي لازمه نهائي. طبعا طلع علينا في اول يوم حدث من باكجات الديفيجن دي اللي ضربت معانا في اكتر من باكج، كمان مش باكج واحد، اكتر من باكج في 50 نقطه ذهبيه. والباقي ال 102 ل 107 اللي بتوع بطل اف سي. وهنوريكم دلوقتي احنا كنا في بطل اف سي في ايه. وباقي عاديه هم 10000. ايوه هم 10000 نقطه ديفيجن. ضربوا معانا 3 باكات بلعيبه 106. واحد منهم بيتباع ب 2 مليار و300. هو يعني الناس كلها بتطلع عليها تقريبا لعيبه بتتباع، فخدت وقت قبل ما بعته. الواد السيبي بتاع بورنموث، سنتر باك بتاع بورنموث، بعته بمليار 700 مليون، وحاليا بمليار 300. الحمد لله الحته بيعه تقريبا غير شويه يعني. فعموما دي تشكيلتي المتواضعه زي ما انتم شايفين. يا توريه، ماتيوس، 2 خط النص، ستونز جبته هو ويا توريه. معانا طبعا دوري، معانا هنا دوري طبعا. يبقى معانا هنا بقى الدوري مستر ستار. هو باسمه مستر ستار، اسم قناه عادي. بصوا الدوري 100. انا معايا الادمن للدوري، احنا اصحاب بقالنا سنتين 3 سنين. سنتين بس 3 سنين. تمام. معانا الادمن بطل اف سي عادي جدا، بناخد 10000 جوهره. اي حد عايز ينضم للدوري يشرفنا، ما عندناش مانع. اصلا 20 واحد يا دوب في الدوري اللي بيلعبوا تقريبا بانتظام، ويا دوب بتاع حوالي 7-8 كده مش منتظمين في اللعب. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي البطوله 16، بس انا قلت كده اجرب اخليها 32. وايه ده؟ لا ده احنا لازم نكسب بقى. شدوا حيلكم يا رجاله. احنا كنا بعيده كويس. اللعبه كتير مننا لاعب حلو حلو حلو. عموما تعالوا نخش ماتش ونقول لكم باقي التفاصيل. طيب يا شباب، يا اللي ما يعرفش، عندنا مسابقات وتحديات في الدوري للي مشتركين في الدوري. طبعا احنا معانا بتاع حوالي قول 60 واحد نقدر نطردهم عادي وندخل مكانهم 60 واحد تانيين. اي حد عايز يخش الدوري يكلمني، هيلاقي رقمي في وصف القناه في اول كومنت، يخش يكلمني. هنخلص الدنيا على طول مع بعضنا. واتساب، تليجرام موجود. كلمني هدخلك الدوري. اهم حاجه يكون اوفرك ما يقلش عن 108. هتدخل الدوري وقت معانا. تمام. ايه انواع المسابقات وايه انواع التحدي؟ المسابقات عندنا مسابقتين في الشهر على مدار الدوري، لما يبدا ولما يخلص. هيكون عندنا مسابقتين في الشهر، مسابقه كل اسبوعين، او يعني مسابقه كل اسبوع ونص يعني عشان نلحق يعني في شهر برضه بيخلص. تمام. المسابقه هتكون كالاتي. هتكون مكونه من على حسب بقى كم واحد هيكون موجود معانا في الدوري. عايز يشارك في المسابقه. حتى الان 16 واحد بس اللي هيشاركوا في مسابقات في اول اسبوع. تمام. انت ممكن تكون مشارك معانا في المسابقات الجايه. المسابقات هتكون كالاتي. كل واحد هيكتب اسم حسابه، هناخد اسم حسابه، هنعمل عجله حظ، وكل 2 هيطلعوا مع بعض
هيلعبوا قصاد بعض، وهنعمل كده دور 16، دور ربع نهائي، نص نهائي، على طول نخلص الدنيا لغايه لما نوصل للنهائي. يوصل بين اتنين، الاتنين الكسبانين، الاتنين الواصلين، واحد منهم كده هيكسب. الكسبان هيكون ليه شحن اف سي بوينت بقى او عروض، او ممكن يحوشها او ياخدها يعني كاش، يحوشها مثلا، او مثلا يحوشها لشحن تاني يكسب مسابقات تانية او تحديات، او مثلا يقول لي استنى لاخر الشهر، انت دلوقتي كسبت المسابقه اللي في نص الشهر لسه في مسابقه كمان مثلا ممكن، او تحديات ممكن تخلصها، لا حوش لي شحناتي، ممكن عايز اشحن على حاجه اكبر. فاهم؟ طبعا الكلام ده كله بالتعاون مع قناه مستر ستار عادي. تمام. انت دلوقتي هتشحن، مش دلوقتي هتشحن، دلوقتي انت دلوقتي كسبت مسابقه، انت مالكش انك تكسب مسابقتين ورا بعض. انت دلوقتي الكسبان في مسابقه مش هيشارك في المسابقه اللي بعدها، ده اول قانون عندنا. انت دلوقتي عشان ندي فرصه لغيرك، انت دلوقتي كسبت مسابقه، انت جامد، دلوقتي انت مالكش انت المسابقه اللي بعدها مش هتشارك فيه، فندي فرصه لغيرك. تمام. تمام، وهنمشي على الحال ده. ده نظام المسابقات عندنا، نظام بسيط ما فيهوش غلطه. عايزين بقى نظام التحديات. التحديات بقى هتكون بمختلفها، ممكن نستعرض تحديات في اي وقت، مش لازم كله نقوله في الفيديو. مثلا تحدي من التحديات، هات لنا 5 يخشوا الدوري يكونوا بيلعبوا، ده اول تحدي، ده هيتشحن لك عليه يكونوا بيلعبوا. هيتم شوف هما بيلعبوا ولا لا او كده برضه، ويكونوا بقى كده عندهم 108. ده برضه على حسب فارهم، كل ما فارهم بيزيد كل ما انت بيتشحن لك احسن. تمام. تمام، في درجات برضه للشحن وحسب الاول. عندنا الاكتيفيتي بوينتس، هوريها لكم بعد ما اخلص الماتش، اللي هي نقاط المنشط بتاعتنا في الدوري بتظهر لنا. اكتر 3 عندنا في الدوري هيكون عندهم نقاط نشاط، يعني ليهم دول، كل واحد بيكون ليه جايزه معينه على حسب تصنيفه من الاخر. تمام. تمام، مثلا ممكن نعمل تحديات تانية، مثلا بين اللي كسبان المسابقتين اللي هيتلعبوا، الكسبان بينهم هيلعب بعض، الكسبان ياخد المسابقه. مثلا الاثنين اللي هيطلعوا النهائي وهيخسروه، النهائي ما هو هما بطولتين، تمام، الاثنين اللي يطلعوا النهائي يكون بينهم مسابقه، دي مثلا ماتش. طبعا الماتشات هتكون رايح جاي في المسابقه، عشان نبقى مع بعض في الصوره. الماتشات هتكون رايح جاي، ماتش على ارضي وماتش على ارضك. تمام. تمام، كل واحد ياخد فرصته، هيكون ماتشين في المسابقه، نسيت اقول لكم المعلومه دي. دي بقى الماتش اللي هو مثلا النهائي، اللي ممكن يكون في ماتش مركز ثالث ورابع، ده يكون برضه ليه تحديد. مثلا ممكن ناخد المركز الاول اللي هو اللي كسب المسابقه، وممكن ناخد المركز الثاني اللي هو كان في النهائي معاه، والمركز الثالث نعمل مسابقه بين المركز الثالث والرابع، الاثنين اللي طلعوا من نص النهائي منهم مسابقه. طبعا الشحن مع قناه مستر ستار بيتم اتفاق بينا. فبعون الله دي مسابقتنا، دي المسابقه بتاعتنا بكل اختصار. التحديات لسه احنا في مرحله بناء التحديات، لسه ما فيش تحديات برضو معينه كتير ثبتنا عليها، يعني هي انك تضيف 5 بس. دي حتى الان التحدي اللي عندنا مع الاكتيفيتي بوينتس، دول بس التحديين اللي عندنا حتى الان. احنا حاليا لسه بنشوف تحديات تانية، ولسه بنطور ولسه هنطور، وهنديكوا كمان بقى نضيف بقى حاجات تانية متعلقه بالقناه. احنا هنضيف شوف كل الحاجات اللي بتحصل في الكونسول وبلاي ستيشن والكمبيوتر يعني وكده. شوف اليوتيوبر بيعملوا، احنا هنعمله مسابقات بقى وعجله حظ وطريقه اجوال تشكيله برونز، الكلام ده كله هنعمله، كل ده هيكون موجود في القناه عشان نبسطكم ونكون اول يوتيوبر بيعملوا النظام ده في اف سي موبايل. ذاتس اوكي. ويا ريت ما ننساش نحط اللايك ونصلي على النبي في الكومنتات او في سرك براحتك. نصلي على النبي ونوحد لا اله الا الله محمد رسول الله، ويلا بينا. طبعا هنا بيبعتوا لي جايزه الخساره في الهيد تو هيد، بسم الله ما شاء الله، ماتش كان صعب جدا، انا فاكره كويس، انا فاكر بس اني دخلت تقريبا، او حتى ما كملوهاش الدخل حتى. ذاتس اوكي، يلا بينا. عندنا في الدوري او المقايضات، تيجي نفتح مقايضه، هنفتحها في الاخر، نفتحها في الاخر. طبعا هيكون عندها سلاسل فتح باكجات، انما ايه حلوه قوي. عندك هنا اكتيفيتي بوينتس اهي، اخر واحده هتخش تشوف انت جايب كام الف. انا كنت واخد 3 التصنيف التالت انا الشهر اللي فات، وكنت واخد 85,000 نقطة دوري. تمام. تمام، أول 3 مراكز بيكون ليهم جوائز، دي معلومة كلنا متفقين عليها. بيكون مثلا ممكن في أنواع تحديات، مثلا
هنبقى نتفق على الموضوع ده كله. عندنا جروب واتساب، انت هتبعت لي على الواتساب تقول لي عايز اخش دوري، وتخش جروب الواتساب بتاعنا وتقول لي عايز اخش جروب الواتساب، هتدخل على طول. الموضوع مفيش اسهل منه. دي تصنيفاتنا. تعالوا نفتح المقايضه وكان الله بالسلامه. وبسم الله الرحمن الرحيم حطينا اللعيبه كلها وجهزناها وهنعمل مقايضه، وعمرها ما بتجيب حاجه. المقايضه دي عمرها في حياتها ما ضربت معايا الا في مره واحده، ايام حدث التوتس في السنه اللي فاتت. جابت لي كوري في ال99، وقتها يعني ده كان حظ فاجر قوي، ما كانش في منه اتنين الصراحه. انا بنقفل الفيديو على كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتنين منه كمان. دي مش هشيلها بالمونتاج، دي شكلها حلو طبعا، يعني سامحوني لو المونتاج ضعيف شويه او الصوره ضعيفه شويه. هنظبط الكلام ده كله في المستقبل ان شاء الله. لسه بنجس في النبض بس كده في اول فيديو لنا على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.